معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل الستريبس. بصوا بقى الخرفشة والحاجات الجميلة اهو. النهاردة هتعملوه بوصفة سهلة جدا، وبلاش نشتري الحاجة لولادنا من بره. هنعمل معاه كاتشب كده. والعيش برضو هبقى اعمله لكم. العيش ده احنا عاملينه في البيت، وصفة حلوة جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة علشان نعمل التتبيلة بتاعة الستريبس، عندنا كوباية لبن حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا خل، عصير ليمون. وطبعا الخل وعصير الليمون علشان انا عايزة اللبن يبقى معايا رايب. تمام، نقلبهم كده مع بعض، نديهم تقليبة. هنلاقي اللبن بتاعنا بيتقل معانا بالشكل ده اهو. دلوقتي البهارات بقى اللي انا هستعملها، البهارات دي انا بعملها عندي في البيت واشيلها في برطمان، وكل ما عاوز اعمل ستريبس استخدمها. البهارات دي عبارة عن جوز الطيب وبابريكا وبهارات فراخ وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وحبهان محمص ومطحون. إيه، كل البهارات بالظبط وكل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. هنبهر بقى اللبن بتاعنا، وهنملحه. وطبعا بندوق قبل ما نحط الفراخ علشان خاطر نظبط الملح بتاعنا ونظبط البهارات بتاعتنا. تمام، هنقلب بقى كويس جدا الخليط كده. كده بقى جاهز معايا التتبيلة. عندنا بقى دي فراخ صدور، احنا مقطعينها شرايح طويلة، او بتخلوا بتاع الفراخ يقطعها لكم، مفيش مشكلة اهو. وهننزلها في التتبيلة بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما بقى حطينا الفراخ في التتبيلة خلاص، ما ينفعش بقى ندوق التتبيلة. دول نص كيلو صدور. تمام، هنسيبهم بقى يتبلوا ونبيتهم لتاني يوم في التتبيلة. هنغطيهم ونسيبهم في التلاجة يتبلوا لتاني يوم، ونرجع نشوف هنكملهم ازاي مع بعض. دلوقتي بعد ما سيبنا الستريبس بتاعنا الفراخ في التتبيلة في التلاجة، عندنا بقى نحضر الكفر بتاع. عندنا دقيق هنحط عليه نشا، تقريبا كده كل كوباية دقيق عليها معلقتين كبار نشا. تمام، وعندنا دي البهارات اللي احنا مستخدمينها في التتبيلة، هنبهر بيها الدقيق. اللي حابب يحط شطة في الدقيق يحط شطة، لو عايزه يعني ستريبس حار يحطوا شطة. تمام، كده بقى الكفر بتاع الدقيق اهو جاهز معايا. دلوقتي بقى عندنا السائل اللي احنا هنحط فيه الفراخ بتاعتي. عندنا بيضة هنخفها بالمية الاول، نضربها كده ونخفها بالمية، مية ساقعة. لما حطينا المية على البيضة عندنا رشة فلفل اسود، وطبعا ملح. ونقلب كويس وكده يبقى عندنا كله جاهز.
بعد ما جهزنا الحاجة بتاعتنا بناخد قطعة من الفراخ بتاعتنا نحطها في الدقيق ونغلفها كويس جدا بالدقيق اهو بالشكل ده، ونحطها في البيض بتاعنا. ناخد قطعة تانية كده اهو في الدقيق، انا ليه حطيت بيضة مع المية؟ في ناس كتيرة جدا بتحط مية بس. المية بس بتنشف الكفر بتاعي، بيبقى قاسي قوي، لكن البيضة لا، البيضة بتديه طراوة كده وبيبقى حلو قوي معايا اهو. وهحطها، ارجع بقى اخد القطعة الفراخ اهي اللي انا حطيتها في الاول، ارجعها تاني في الدقيق وكده اهي بقت جاهزة معانا. ادي القطعة التانية اهي جاهزة معانا. تمام كده، هخلص كل الكمية اللي عندي ونرجع نشوف هنقليه ازاي. علشان نقلي الستريبس بتاعنا عندنا زيت غزير وسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل بقطع الفراخ كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نملاش برضو الوك بتاعتنا قوي اهو، كفايه قوي كده علشان الزيت ما يبردش معايا. بص، اول ما يبتدي القشور بتاعه الفراخ بتاعتنا تبان معانا بالشكل ده وتاخد اللون الفاتح ده، بهدي النار علشان الفراخ بتاعتي تستوي. تمام، دي خطوه مهمه جدا ان انا بهدي النار، لازم علشان الفراخ تستوي ما تاخدش لون وتبقى نيه من جوه. دلوقتي بعد ما سيبنا وطينا عليه، دلوقتي هنرجع نعلي النار تاني قبل ما نشيله. دي خطوة مهمة جدا عشان ما يشربش معايا زيت. تمام اهو، بنسيبه ياخد لون حلو ويبقى جاهز معانا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.